السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ناس أول لما تشوف حد بيغلط أو بيتعب تقوم تلبس عباية القاضي على طول وتبدأ تحكم وتجلد بالكلام. بس ربنا سبحانه وتعالى قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ويقول صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. النصيحة مطلوبة، بس الدين عمره ما كان فضيحة ولا أسوأ. النصيحة تكون برحمة، بلطف، بجبر الخواطر بينك وبينه، بكلمة تهوين. مش قادر تنصح؟ ادعيله وخلاص. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. يعني لو مش هتكون رحيم وتتعامل برحمة بلاش تكون أذى، لو مش هتكون جابر بلاش تكون كاسر. خليك دايما سبب في تهوين وتخفيف، مش سبب في جلد وكسر خواطر وقلوب الناس. وافتكر دايما ان احنا محتاجين ربنا يكبر بخاطرنا، فاكبر بخاطر الناس عشان الجزاء من جنس العمل. وابعت الكلام ده لكل الناس اللي تعرفه عشان كلنا نبدأ نكبر بخاطر اللي حوالينا. يمكن ربنا يكبر بخاطرنا، وده أكيد الجزاء من جنس العمل. وشكرا ليك، وصلي على اللي هيشفع لك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.